هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. نحييكم في ساعة هذا المساء السبت 10 من يونيو، وفي هذا المساء معي زميلي جمال عثمان همد من ميلبورن. أهلا وسهلا بك جمال. مساء الخير أمان، وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بألف خير، وللإريتريين بشكل خاص. بالفعل جمال، نحيي شعبنا في الداخل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونتمنى أن يعيده الله بالخير على أمتنا، وأن نحتفل معا في رمضان وبمناسبات أخرى في العام القادم. وأيضا في هذه الساعة أعزائي المستمعين وزميلي جمال سنحتفي بيوم خاص وتاريخي، وهو يوم الشهيد الذي يصادف اليوم 20 من يونيو، وستكون ساعة هذا المساء مخصصة للتغطية على هذه المناسبة، وسنغطي أيضا وبشكل سريع على أن نغطي بشكل كامل في برامجنا القادمة التظاهرات التي تقوم دعما للتقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان الخاصة بإريتريا. ابقوا معنا أعزائي المستمعين، وأبقى معي زميلي جمال، وعودة بعد هذا الفاصل.
لحظتكم تسترجع عرفنا ورثنا كلام روحنا ونحكي عشان تذكرنا ويعملنا بلحظتنا تسترجع عيد حدكم ميراثكم قلبكم وهو حكاية عدنا الشانات وتنبر سايت منها بلحظتكم تسترجع عرفنا ورثنا كلام روحنا ونحكي. أهلا بكم مجددا مستمعي الأكارم في صوت المنتدى. وكما قلنا هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن يوم الشهداء الذي يصادف اليوم، والذي نحيي فيه أبناء شعبنا في الداخل، ونحن نرفع ذكرى الشهيد وشهداء الثورة الإريترية وشهداء إريتريا في كل مكان، يعني أبناء هذه الأمة الذين أعطوا وضحوا بالآلاف المؤلفة من أجل عزة وكرامة هذا الوطن. فالمجد والتحية لشهدائنا الأبرار، وسنغطي مع الزميل جمال أيضا خلال هذه الساعة. إذن هو يوم الشهيد جمال. نعم أمال، إريتريا كلها يمكن أن تكون عنوان لهذا اليوم، وإريتريا كلها عنوان للشهادة، على اعتبار خلال أكثر من نصف قرن من الزمان الشعب الإريتري بمختلف يعني تكويناته نعم. يعطي لهذه الأرض ويعطي لهذا الوطن حتى يسمو ويكون حرا وديمقراطيا وآمنا وسالما من أجلهم ومن أجل جيرانهم. لذا إريتريا الشهادة لها عنوان خاص، الشهادة لها طعم خاص، وبالتالي يمكن الحديث بكل ارتياح عن معنى الشهادة في إريتريا ونبل الشهادة في إريتريا. نعم أمال. بالتأكيد جمال، شهداء إريتريا هم كثر كما قلنا، يعني ابتداء من الشهيد يعني أبو الشهداء البطل حمد إدريس عواتي مفجر الثورة الإريترية، وقبله أيضا يعني شهداء النضال السلمي مثل الشهيد عبد القادر كبيرة، وشهداء كثر في هذه المرحلة. بعد ذلك عطاءات الثورة الإريترية التي لم يتردد أبنائها بدعمها ورفدها بدمائهم الطاهرة، والتي يعني في النهاية هي يعني إريتريا نتاج هذا العطاء ونتاج هذه التضحية الكبيرة. ونحن كما قلت أنت بالتحديد نفخر بأننا يعني شعب أعطى لهذه الأرض ورواها بدمه إلى أبعد الحدود، بالرغم أن هذه التضحيات الآن تقابل من قبل حكومة تعسفية ديكتاتورية بأبخس الأثمان للأسف جمال. فنحن هنا اليوم نود أن نحيي كل شهيد يعني سما بروحه وبدمه من أجل هذا الوطن، ونحيي أسر وأبناء الشهداء، شهداء الثورة الإريترية وشهداء ما بعد الثورة الإريترية، يعني بعد التحرير في الحرب الإثيوبية، آلاف الإريترية الأخيرة التي ضحى من أجل أيضا يعني عزة هذا الوطن الآلاف من مؤلفة من أبناء هذا الوطن جمال. نعم أمال، إن يتحول المعنى النبيل والمعنى الإنساني والمعنى الرفيق التطهري لمعنى الشهادة، أن يتحول إلى محاولة للاستفادة منه سياسيا، فهذا عمل غير أخلاقي. إريتريا العصبة حولت نبل الشهداء إلى مصدر لملء خزينتها طوال السنوات الماضية. إريتريا حولت الشهداء إلى بدلا من أن يكونوا أيقونات لهذا الشعب ولجيرانهم، حولتهم إلى مجرد رموز تستفيد منهم من أجل جمع المال، ليس لتوزيعها لأسر الشهداء والمقاتلين والشهداء الأحياء، بل لتحويل هذه المبالغ لصرفها على قضايا غير أخلاقية وغير نبيلة وغير وطنية يستفيد منها الحزب الحاكم. وإذا قلنا هذا الحزب أيضا انتهى، تستفيد منها هذه العصبة الصغيرة جدا التي تحيط برئيس البلاد سياس أفورقي. إذا معنى الشهادة لا يمكن أن يكون مكان من يكون يعني شكل من أشكال الجدل بين الناس وشكل من أشكال النفور، يعني إن يتحول الشهيد يوم الشهيد إلى يوم نفور
داخل إريتريا، فهذا يعني شيء مؤسف جدا. وأقول نفور وأنا يعني آسف جدا على هذا التعبير، لأنه طوال العشرين سنة الماضية كل الأشكال التي حاول النظام فعلها تتنافى تماما مع نبل الشهيد ومع نبل الشهداء ومع الشهداء الأحياء الآن، الذين يا إما يسيرون بيننا والحكومة الإريترية لا تأتي، يعني الحكومة الإريترية ما مشغولة بهم، أو الذين يقبعون في السجون من مناضلي شعبنا من كل التنظيمات الإريترية ومن كل يعني التكوينات الإريترية معا. نعم بالتأكيد جمال. سنتابع هذه التغطية ولكن بعد هذا الفاصل. بدا من قبي بلعبتكم بلوسو، بناكم ما مودق بديكم تروسو، تاريخ عبحدكم ما سرقت لبوسو. اتفانكم بسميت عبايدي ما يتبدي، اتفينا شبابي وقلع الكور شكي، جب ويسن سميت وطن للحزي، فايش دمتو قنادل شان انتو للتركي. فنتي اتفتايت ترسح حقسني سفلال، مال ونوايل الداور ما تلقى اسكم تلال، وطن لحاق الكريتو كيف وحنق وكي حال، أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال، ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوسو، بناكم ما مودق بديكم تروسو، تاريخ عبحدكم ما سرقت لبوسو. اتفانكم بسميت عبايدي ما يتبدي، فينا شبابي وقلع الكور شكي، جب ويسن سميت وطن للحزي، فايش دمتو قنادل شان انتو للتركي. فنتي اتفتايت ترسح حقسني سفلال، مال ونوايل الداور ما تلقى اسكم تلال، وطن لحاق الكريتو كيف وحنق وكي حال، أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال. إذا نحن اليوم هنا في صوت المنتدى نحتفي بيوم الشهيد الإريتري ونرسل التحايا يعني إلى أبناء وأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل عزة وكرامة هذا الوطن. كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن الاستحقاقات التي توجب يعني على أي حكومة أن يعني تدفعها لأسر وأبناء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن. وكنا نتحدث جمال عن أن كيف الحكومة الإريترية كما أكلت حقوق الكثيرين، يعني من أهم الأشياء التي يعني انتكست فيها يعني أكل حق الشهيد. يعني الآن كل فترة وأخرى نسمع في الأخبار وتردنا الأخبار من داخل الوطن عن كيف يعاني أبناء وأمهات وأسر الشهداء من عدم وصول رواتب إليهم، من عدم يعني الحصول على استحقاقاتهم. هناك يعني الشهداء ما بعد كما قلنا يعني الحرب الإريترية الإثيوبية الأخيرة التي دفعت بها الحكومة الإريترية يعني إريتريا كلها إلى هذه يعني التضحية الكبيرة، ومع ذلك لا تدفع استحقاقاتهم. الذين يموتون ويستشهدون من غير أن تعرف
نعرف يعني أماكن ويعني كيفية استشهادهم، وما يزال الكثير من الأهالي أيضا ينتظرون هذا الإخبار. يعني هناك يعني عموما انتهاك يعني كبير ومخزي ومؤلم لحقوق الشهيد ولحقوق أسر الشهداء واستحقاقاتهم. جمال. نعم أمال، أولا يعني مؤسف جدا أن يتم يعني استغلال يعني هذا الفعل الإنسان النبيل لأغراض سياسية ولأغراض أقرب إلى الاستحواذ الشخصي للأموال التي يعني تتحصل باسمهم. طوال 20 سنة الحكومة الإريترية تتحصل على أموال من جميع أنحاء العالم لدعم الشهداء ولأسر الشهداء، وهذه الاستحقاقات للأسف لم تصل لمستحقيها، لأنها تدخل ميزانية وخزينة الحزب الحاكم. والحزب الحاكم معروفة ارتباطاته السياسية والاقتصادية الغير قانونية. هذا واحد. نعم. اثنين أمال، يعني من المؤسف جدا أن نتذكر جميعا هذا اليوم، وهو يوم الشهداء، يوم النبض، اليوم الإنساني، اليوم الكبير، أن يختاره سياسة فورقي رئيس العصبة ليعلن من أسمرة إن لا ديمقراطية، لا تعددية سياسية، لا أحزاب في إريتريا. هذا أيضا إساءة مباشرة للشهيد الذي روى بدمائه طوال السنوات الفاتت، ليس شهيد الجبهة الشعبية بل شهيد كل الفصائل الإريترية قاطبة. يعني أن يختار هذا اليوم هذا إساءة مباشرة للشعب الإريتري، إساءة مباشرة للنضال الإريتري، يعني نعم. تنكر واضح للأهداف الذي ناضل من أجلها شعبنا طوال السنوات الماضية. أسر الشهداء اليوم يأخذون الفتات من الحزب الحاكم ومن خزينة الحكومة، هي فتات لا تتناسب مع الاستحقاقات التي يجب أن تدفع لهم شهريا وبشكل كامل. في هذه المناسبة كان يفترض أن يكون صندوق دعم أسر الشهداء بعيد عن النظام الحكومي وعن خزينة الدولة، حتى نضمن أن يصل الاستحقاق مباشرة للجهة المستحقة. هذا الوضع في إريتريا يذكرني بدولة مجاورة. يعني طوال أكثر من 20 سنة الناس بتدفع عبر السفارات في الخارج والداخل لقناة لم يشاهدها أحد طوال 20 سنة. يعني بعد 20 سنة حتى بعد ذلك اكتشفوا أنه لا قناة مائية، هي قناة من أجل الري والزراعة والى آخره، فهي ما كانت موجودة، ولكن كان يتم جمع الأموال لها طوال 20 سنة. الآن أيضا يتم جمع الأموال من أجل الشهداء، ولكن هؤلاء الشهداء لم يصلوا من الاستحقاقات، بل يعني يلعب بها الحزب الحاكم في أغراض لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد، لا بنبل الشهداء ولا بالأهداف التي ضحوا من أجلها، ولا ب يعني أهداف الشعب الإريتري بشكل عام الذي يريد أن يعيش بسلام واطمئنان مع جيرانه. نعم. نعم بالتأكيد جمال. يعني مع أنه يقال يعني الضرب في الميت حرام، يعني للأسف بالعامية يعني نضطر دائما يعني أقصى حالات اليأس من هذه الحكومة التي هي حكومة ميتة، وبالتالي يعني الكلام معها وعنها يعني أحيانا لا يجدي، ولكن هو فقط للتنبيه لأهمية أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات، وأن لا يعني أن ينتبه الشعب إلى حقوقه. يعني هناك أشياء لابد من تثبيتها في المرحلة القادمة بخصوص الشهداء، وتحدثنا عنها كما أذكر في العام الماضي من هذا المنبر، عندما تحدثنا عن كيف أنه يجب أن تخصص لأسر وأبناء الشهداء يعني صندوق خاص يعني مستقل تشرف عليه لجنة يعني ليس لها علاقة مباشرة مع الحكومة من حيث يعني الإشراف عليها، وأن أيضا يعني محاولة تخصيص مدارس لأبناء الشهداء، إعطائهم امتيازات كون أنهم يعني المعيل الأساسي سيكون يعني ضحى بحياته من أجل هذا الوطن، فلا بد من الأخذ بالاعتبار يعني أسره وأبنائه الذين يعني من حقهم على هذه الدولة أن تقدم لهم الدعم من أجل أن يعيشوا حياة كريمة. ولكن نتمنى أن يحدث هذا في المستقبل، أما الآن فلا جدوى من الحديث في هذا الموضوع. جمال، أيضا هناك نقطة إيجابية أود أن أذكرها في هذه المناسبة جمال، وهي أن يعني
كل انتهاكات الحكومة الآن يعني وبالوعي الذي يعني أصبح مرتفعا بين أبناء شعبنا وخاصة في الخارج من يتاح لهم فرصة التعبير، هناك توثيق للكثير من نماذج التضحية والشموخ والإباء من شهداء إريتريا الأحرار. هناك عمل موثق من قبل هؤلاء الناشطين على الصفحات يعني الاجتماعية وأيضا على المواقع يعني الإنترنت. هذه إشادة يعني أود أن أوجهها لكل من يسعى إلى توثيق اسم شهيد وذكر شهيد ورفع راية يعني العزة والكرامة لهؤلاء الشهداء. هذا ما يجب علينا أن نفعله، وأن تكون هناك أيضا ربما لجنة للتوثيق يعني مستقبلا على مستوى الوطن للشهداء الذين ضحوا بحياتهم. جمال، فتحية لكل هذه الإضاءات الجميلة التي نشهدها هنا وهناك على مستوى يعني ارتفاع الوعي بحقوقنا يعني بتاريخنا الذي مليء بالتضحيات. جمال. نعم أمال، وفي هذه المناسبة أيضا يعني أتوجه بالتحية والإجلال والإخبار للشهداء الأحياء مناضلي الثورة الإريترية من الذين يقبعون في سجون المعتقلات جهاز الأمن نعم. وأجهزة النظام الأمنية المختلفة. نعم. أتوجه لهم بالتحية وأقول لهم سوف لا ننساكم، الكل يعمل من أجل إريتريا حرة وديمقراطية. نعم. وكذلك التحية لكل مناضلي الثورة الإريترية من يتواجدون داخل الوطن وخارجه، الذين ناضلوا دون منة لهذا الشعب. هذا يوم يستحقون فيه التحية ورفع القبعات. نعم بالتأكيد. يعني قبل أن ننتقل إلى يعني فقرة تانية، أيضا أنا بدوري وباسم أسرة المنتدى يعني أرسل تحايا التكبير والإجلال والفخر لشهدائنا الأماجد الأبرار الذين يعني ضحوا من أجلنا، وأيضا تحية لهذا الشعب البطل الصامد، للشباب الذين يعني يقومون ضد هذا الظلم مجددا ويضحون بحياتهم من أجل هذا الوطن. تحية لأسر وأبناء الشهداء ولزوجات الشهداء، والذين يعني سيأتي يوم ينالون فيه كل ما يستحقون من مكانة وتقدير وإجلال. فتحية في يوم الشهيد لكل شهداء إريتريا. جمال. كردوخ يسترخر قمنا كردلني نخلما بدهي واسستا. كردوخ يسترخر حرمتي كردلني نخلما بدهي شانار عقلا. انتكرا 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 أخلا سخاجرا. انت نعاجش فستيو بلدي تسرقيوخ. انت برجاريات سوان توتردوخ. سرقول انت وغي ينداك عكوكوخ. فارسان فارسان العمر سلام تنان. فارسان فارسان العمر سلام تنان. أو تكمنين تنخاف انتني ندي مرماتيرا. ناجا ورا بلدي إريترا لا مخلا من ضوالا. ينمو داي بقصير انت فراق جلوت في خطو أبو سنحطان. إريترير مخاق كردني جار التغران تأكان. إريترير مخاق كردني جار التغران تأكان. يسترخر
قمنا كردلني نحلما كدهي واسستا كردوخ يسترخر حرمتي كردلني نحلما كدهي شانار عقلا انت كرا انت كرا انت كرا انت كرا اخلا سخاجرا كدن برادنو ينتر حمدنو انت شقودنو لاقو قلكدنو تكلي عقلنو رحيت لسادنو مرويان مرويان أبستلان تأكان مرويان مرويان أبستلان تأكان أو تكمنين تنخاف انتني ندي مرمى ديرا ناجا ورا بلدي إريترا نا مخلا من دقوالا ينمو داي بقسي انت فراق جلوت في قطور أبو سنة حدان إريترير مخاف كردني جار التغران تأكان إريترير مخاف كردني جار التغران تأكان للوطن أنبياء يولدون. سلام عليك يا وطني، سلام عليك يا وطني، سلام يغطي جحيم الغياب ويدفئ شتات غربتنا الصنوبري. يا الله رحماك يا الله، لنمنح موتانا شهداؤنا الأحياء وتلك العيون الصغيرات كفنا يستر عرى الروح وأغنية تشبهنا. لا وقت للحزن الآن يا أم الشهداء، لا وقت للحزن الآن يا أم الشهداء. كفكفي ما تبقى من ملح القلب، افتحي مسبحة الدعوات الصالحات، ارفعي كفيك الطيبتين إلى السماء. هي ما تبقى من أغنيات ومن صلوات. يا وطن، يا وطنا يحل سلاما علينا، يدثرنا أفق يشبهك، توحدنا ألوان الطيف وتفرقنا هويات، لتضيع أبجديات التراتيل القديمة، أساطير الأغنيات، وتصير أسماؤنا نشيدا يفضح حبنا للأرض ووجها عاريا لكف الريح. فتاوي نفسي بلقان عركي كم فرقنات ويا واسع قلو حقوقنا مسوات اللات مسنات مالنبوس نقوس مواتلات مساتي زانتخا مسات زانتخا حقوقي ممهار بوزحات برهاني خاي برهان ببرهان وسدنا زغدر على الخواي حقوق بحقوق وسط حملنا مداي حقوقي من باري زراقر ولو السما
وبحر يا فتارين تاريخ تمرتي أفتاني وقتي ترقي زوتي أرقي زيادة حبوبي 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 صحايا برهاني شاز عن أقره لقو تعداد مذيك أغاتي تسع سعيد كاميرا من اللو خمسة من اللو خمسة نزل نفسه ولا حقاق أغاتي خاص نمر عقل كنا الله زي بزعب خاقنا أنت فطري برهان ورقنا قنا فتاوي نفسي قنقان عركي كم فرقنات ويا واسع قلو حقوقنا مسواتلك مسنة مال نقوس مواتلات مساتي زانتها مسات زانتها حقوقي ممهار بوزحات برهان برهان ببرهان وسدنا زغدد الله خواي حقوق بحون قبوس طحمنا مداي حقوقي من باري زراغد زبنتك درستنا يزعلم زتتاقم زنتازل الألم زموت قاقا مسلم تنبلئ بها أنا سفت خيرا حقوقي 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 نسلت خطر حتوم عن أقره لبو تعالى موسيقى قاطي تسع سبعيد قامدا من اللو خمسة من اللو خمسة نزل بسوق ولا حقاق أقواتي خاص مغبار عديل كلا الله زي بزعب خاقنا أنت فطري برهان ورقنا قنا من اللو خمسة من اللو خمسة نزل نفسه وعلا حقاق وقواتي خاص من بار عدل خلا الله زي بالكوز بزعب خاقنا إلى الله أرفع عيني إلى الله أرفع عيني أرفع قلبي وكفي يا رب حزنا حزنت يا رب حزنا حزنت وأرهقني اليتم أهلكت النار زرعي وضرعي بكاء بكيت ويممت وجهي إلى نور عرشك يا رب جارت علي الشعوب جارت علي الشعوب وسدت أمامي الدروب تضرعت صليت بح دعائي وشحت ينابيع مائي تمادى ندائي
أضاءت شموعي فسامح بكائي وكفكف دموعي. ظلامي شديد وليلي ثقيل طويل، فأنعم علي بنور السماء وجدد ضيائي وسدد خطاي. سدد خطاي لأعبر منفاي يا رب، واغفر خطاياي واقبل رجائي. شقاء شقيت وثوبي تهرع، برد الكآبة قاس وحر التخلي شديد. مقيت شقاء شقيت يطردني الجند عن باب بيتي، وأرجو حياتي بموتي، وناري تشب بزيتي، وصمتي يزلزل صمتي ويهدم سمتي. ولم يبق سمت سواك ولم يبق صوت سواك. فيا رب بارك براكين روحي وأسعف جروحي، ومجد بوقتك ما ظل من بعض وقتي. إلهي وما من إله سواك. مراعي ضاقت بعشب السموم اللئيمة، ماتت خرافي على ساعدي، وبئري أهالوا عليها الصخور، ولي تينة أتلفوها وزيتونة جرفوها، ولي نخلة وبخوها ودالية عنفوها، ولا يهمونة قصفوها، ونعناعة جففوها. عقابا فكيف تفوح بحزني وضعفي، وكيف تبوح بخوفي عليها وخوفي. إلهي وما من إله سواك. أراك بقلبي وروحي أراك، وأنت تراني أسيرا حبيس الشراك. بلاد أبي أصبحت مقبرة. منازل من آمنوا مقفرة، بساتين من آمنوا مسحرة. مدارسهم منكرة، وأحزانهم عتبة ممطرة. إلهي وما من إله سواك. سألت رضاك، طلبت رضاك، تضرعت، صليت، هبني رضاك. وصلت على القاذفات، وصلت على الراجمات جناح الهلاك، ونزل علينا جناح الملاك. إلهي أمن مغفرة، ألا مغفرة ولا مغفرة. إلهي عذابي طويل وقاس ومؤسف، وأنت غفور رحيم ومنصف. إلهي أنا متأسف. إلهي أنا متأسف. ودع علي قال كيدانا لنا زي بيسع زي بلي. ودع علي جقنا بسانا يفرتو، بدلم صغري فايونا وسعات حتو. رعبيتي خلونا شفت بيتو، فعبتن آتي وخمزة زراقتو. ودع علي جقنانا فرتو، فعبتني تغل خمزة زراقتو. ما فورتو بيلي أمرح وين تانكي، راديو خزار بات لسانا يحكي. أي حمت وشت مع بعدكي، عندي بيا ولا انك تحزن كتبكي. أي حمت وشت مع بعدكي. كنذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي. كنذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي. عزنت ملكاكو تمزفولتها، نايلم زي كوني ناي قدم سريخة. جقنا ود حزبي كبروي نعخا، نحرنا الشمعة داق ما يزولعها، نحرنا الشمعة داق ما يزولعها. جقنا ود حزبي كبروي نعخا.
أتم كيلاتات زي مصحفو نفتح موبيتو قدمنا حاليفو تاريخ خصحف أكل وين عقمي كابتا مقابر كاقرق بيرلي تاريخ خصحف أكل وين عقمي كابتا مقابر كاقرق بيرلي ودع الانبساب وسرعتكي بتبعد يبكى زرب تحكي رئيس ماتني كايم بعصيك ميكي يا كرا انا يم سري ام كتلكي رئيس ماتني كايم بعصيك ميكي يا كرا انا يم سري ام كتلكي تذكر كاينا ودي علي قال كيدانا لنا زير السعزيولي زرب قيم وبقالتا بهايم هاتم والحمام اللعته زي السعداني الثاني وتاريخ زانتا شمعة واللي عقيانا يفتحها الحالتا شمعة واللي عقيانا يفتحها الحالتا زي السعداني وتاريخ زانتا تذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زير الساعة زي بلي تذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زير الساعة زي بلي أجوكم مقربون مسخاوين كسم تاريخ كابسعو كابشاف مابشاف علم مقابر كايقون شخاصة لملم جيتا يقبل كاب سفرة زلا علم جيتا يقبل كاب سفرة زلا علم مقابر كايقون شخاصة لملم تذكرك هنا ودي علي الكيرانا لنا زير الساعة زي بلي تذكرك هنا ودي علي الكيرانا لنا زير الساعة زي بلي ودي علي جينا ما بسانا يفرتو بديم سقريب قيوم لا يسعد حتو رعديتي خلو ما شفاتو بيتو فحبتن آتي وخمزة زراقيتو فحبتن آتي وخمزة زراقيتو رعديتي خلو ما شفاتو بيتو ذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زي الساعة زي بلي نافورت ديالي عمري وين تانكي راديو خزاري بانت لسان حاكي أيو حمد ويشد مع تعتكي أدي يبلان كتحازن كتبكي أي حمد ويشد مع تعتكي أدي يبلان كتحازن كتبكي أزنت من كافو تمزفولتها نايلة مزيك ونينا كدم سريخة جقنا ود هزبي كروي نعاخا نحرنا شمعة داق ما يوزو اللعخا نحرنا الشمعة داق ما يزو اللعخا جقنا ود هزبي كبروي معاخا كذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زير الساعة زي بلي أنتم كيلاتات زي مزحفو نفتح موقيتوس كرمينا حاليفو تاريخ خنحف أيكون وين عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي تاريخ خنحف أيكون وين عقلي كابتا مقابر كاقرق بيرلي ودعالن بسا أبو سرعتكي بتبعد يبقى زرب كحاكي رئيس ماتنين كايم بعصيك ميكي أكار أنا يم سري أم كتلكي أكار أنا يم سري أم كتلكي
سمعتني كاي معالتي كميكي حنيكا ظرف قيم ومقالتا تهايم طفيا والحمى ملعتا دير سعدين فن وطريق زانتا شمعة واللي عقيانا يفتح حال حالتا شمعة واللي عقيا يفتح حال حالتا دير سعدين يفكر وتاريخ زانتا ذكر كاينا ودي علي قال كيدانا لنا دير سع زي بلي أرجوكم مغربون نسخاوين كسن تاريخ كابتعو كابتعب ما بتعب علم مقابر كايخون الشقاسة تلملم جيتا يقبل كاسفرا زلا علم جيتا يقبل كاسفرا زلا علم مقابر كايخون الشقاسة تلملم ذكر كاينا ودي علي قال كيدان عندنا دير سع زي بلي ذكر كاينا ودي علي قال كيدان عندنا دير سع زي بلي صوت المنتدى. إذا نعود مجددا أعزائي المستمعين إلى هذه الساعة من صوت المنتدى والتي تحدثنا فيها عن يوم الشهيد، وننتقل الآن إلى حدث وموضوع أيضا متزامن ومهم ومترابط مع هذا الموضوع، وهو التظاهرات التي تجري الآن من قبل الناشطين الإريتريين، منظمات المجتمع المدني والأحزاب وغيرها، ضمن إطار دعم تقرير المجلس حقوق الإنسان الذي صدر بحق إريتريا، والذي وجه اتهامات بأنه هناك جرائم قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل هذه الحكومة. جمال، هناك تظاهرة كبيرة ستجري في 26 من هذا الشهر، وقبل ذلك بالأمس شهدنا أيضا مسيرة قام بها ناشطون وناشطات في الولايات المتحدة الأمريكية دعما لهذا القرار. جمال، ماذا نقول عن هذا الموضوع المهم؟ نعم أمال، هو شكل من أشكال الوفاء لهذا اليوم ولما يمثله من نبل وإنسانية. يجب أن يكون الصوت الإريتري هذه المرة عاليا ويتناسب مع التقرير الذي أدان النظام مباشرة، والذي تحدث لأول مرة كما قلنا سابقا عن إعدامات خارج نطاق العدالة، وهذا موقف جديد من المجتمع الدولي يجب أن نشد من أزره وأن نسمع صوتنا عاليا. التقرير already هو تم إقراره وتم ستتم مناقشته. الآن تبقى ما يتبقى هو صوتنا لإيصال صوتنا عاليا وصورة إريتريا عاليا وبشكل واضح للمجتمع الدولي، من أجل ليس استخلاص الإدانات المباشرة من مجلس حقوق الإنسان الدولي، بل من أجل دفع برلمانات الدول الأوروبية والبرلمانات في العالم والمنظمات الدولية الحقوقية وغيرها لمزيد من إدانة النظام ولخلق رأي عام عالمي ضد هذه الدولة البوليسية التي تتحكم فيها عصبة صغيرة. إذن المشاركة في هذا اليوم بشكل مباشر وواضح الوفاء لشهدائنا في الداخل، الوفاء لشهداء الثورة الإريترية طوال أكثر من 50 عاما، الوفاء لشهداء إريتريا بعد التحرير، أيضا توجيه التحية للذين يقطعون في السجون في معتقلات هذا النظام الجائر. إذن المشاركة الآن مهمة وضرورية وبأي شكل كان، بأشكال يجب أن تكون بأشكال مختلفة وبطرق مبتكرة بحيث تلفت الأنظار. الشكل التقليدي الآن أصبح لا يجدي أمان، يجب
أن يتظاهر أيا كان في أي نعم مكان وبالشكل الذي بالتأكيد. يرتئيه، نعم ليس بالضرورة أن يكون منظما وأن يختلف الناس حول أشكال التنظيم. نعم. نعم بالتأكيد جمال. إذا جمال، يعني بالتأكيد أريد أيضا أن أشير إلى نقطة مهمة في هذا التقرير جمال. يعني نحن تحدثنا قبل أسبوع في هذا الموضوع وبالتفصيل مع الأستاذ ياسين في هذا الموضوع، ولكن أهمية هذا التقرير لمن فاته الأمر جمال تكمن في شيء مهم جدا، أنه فصل يعني من خلال اللقاءات المقابلات التي قدمت التي قامت بها يعني اللجنة التي تحقق في الجرائم نوعية الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة الإريترية. يعني رصد هذه الجرائم من قبل ناس أما شهدوها أم عانوا منها، وهي يعني انتهاكات جسيمة في حق الإنسان. يعني هناك جرائم الاغتصاب والتمثيل، هناك جرائم القتل يعني العمد، وهناك جرائم يعني ارتكبت بحق السجناء وغيره. يعني هناك جرائم كثيرة موثقة في هذا التقرير. كما قلنا نحن بالنسبة لنا كإريتريين لا تخفى هذه الجرائم والكل يعرف عنها، ولكن على مستوى دولي أن توثق هذه الجرائم هذه كانت خطوة كبيرة جدا. الآن أهمية أن ترصد يعني لهذا الحدث يعني هذه الجموع هو كما ذكرت أنت جمال التأكيد على دعم هذا التقرير والخوض به إلى مرحلة متقدمة، وهي يعني إحضار هؤلاء الناس إلى المحاكمة في مرحلة من المراحل جمال. لذا نحن يعني نشيد بهذه الخطوات التي يقوم بها يعني أبناء شعبنا في كل مكان لدعم هذا التقرير المهم جمال، ونناشد كل من هو يسمعنا في الخارج بأن يكون جزء من هذه التظاهرة المهمة في جنيف في 26 من هذا الشهر، لمن تتاح لهم طبعا بالتأكيد الفرصة للذهاب إلى هناك جمال. نعم أمال، هي التقرير استخلص أو خلص إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن هذه الجرائم هي يمكن تصنف جرائم ضد الإنسانية. يعني الخطوة الثانية لهذه الخلاصة ستكون مزيد من ربط الأنشطة حول رقبة النظام على الأجهزة الأمنية التي لا علاقة لها بإريتريا بهذه الجرائم، على الأقل المشاركة بأشكال مختلفة من أجل تبرئة ذممها، لأنه هذا التاريخ أولا لا يرحم، ثانيا المساءلة لا تسقط بالتقادم، المساءلة سوف لا تكتفي برأس النظام ومجموعة صغيرة منه، بل الجميع سيساءل من هذه الجرائم بما فيها الصمت عليها والتستر. هذا أيضا يعني بالقانون هي جريمة يحاسب عليها القانون، الصمت والتستر عليها. لذلك على الأقل الجيش الإريتري وأجهزة الأمن المستهدفة الآن وقيادات الجيش الإريتري المستهدفة الآن من قبل النظام في تصفيتهم وقد بدأت بالفعل، عليهم الآن أن يتحركوا من أجل وضع المسار الصحيح للدولة الإريترية ومن أجل وعد هذه العصبة لكي يعيش شعبنا في سلام وأمان. نعم بالتأكيد جمال.
وختاما أعزائي المستمعين في ساعة هذا اليوم التي خصصناها للاحتفاء بيوم الشهيد الإريتري، وأيضا ألقينا الضوء على التظاهرة السلمية التي ستكون يوم 26 في جنيف مناصرة لتقرير مجلس الأمن في شأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. نحيي من هذا المنبر شهدائنا الأبرار ونقول لهم المجد والخلود لكم، ونحيي أسر الشهداء وأبناء الشهداء وأمهات الشهداء على أن يأتي اليوم الذي ينتصر فيه الشهيد وينالون استحقاقاتهم من هذه التضحيات الكبيرة. جمال. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد والخلود للشهداء الأحياء في سجون ومعتقلات النظام. التحية لأسر الشهداء وهم يكابدون شظف العيش في الداخل والخارج. التحية أيضا للمناضلين الإريتريين في كل مكان. هذه المناسبة أمال أقول الذين يدفعون 2.5% أو 2% أن يتوقفوا عن دفع هذا الاستحقاق الذي يذهب إلى غير مقاصده، يذهب إلى جيوب العصبة وإلى منصرفات لا علاقة لها بالنضال الإريتري وبالشعب الإريتري. إذا توقفوا مرة أو مرتين سوف تضيق الأنشوطة مرة ومرة، متناسبة أيضا مع التوجه العالمي لإدانة النظام. هذا الشعب لا يستحق إلا الثناء، لا يستحق إلا التحية والإكبار، ولا يستحق مثل هذه العصبة التي تتحكم في رقابه الذي تتحكم في رقابه طوال السنوات 20 الماضية. نعم أمال، تحية لك وأسعد الله كل أوقاتكم. نعم، وتحية لك جمال ولفريق العمل في هذه الساعة. إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم، لكم تحياتي والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.